مصدر من الاهلي يعلنها: الاهلي ينتظر اقالة جوزيه جوميز من الفتح السعودي بعد بكره يوم الجمعة حال خسارة الفتح من الشباب السعودي، وانه يجي يدرب الاهلي يتعرف على ما سيحدث. يبدو كده ان هيكون في جديد زي ما قلت لحضراتكم من يومين في ملف جوزيه جوميز. قلت لكم من يوم الجمعة في مباراة في الدوري السعودي ما بين الفتح والشباب السعودي، والمباراة دي الفتح السعودي لو كسبها خلاص جوميز مستمر كما هو، لكن ماذا لو خسر جوزيه جوميز من الشباب السعودي؟ وقتها بنسبة كبيرة قد يتم إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح ويصبح مدرب حر. وقتها على طول جوزيه جوميز المفروض يجي على القاهرة يوم السبت أو يوم الأحد اللي جاي من أجل تدريب النادي الأهلي. أيوة، النادي الأهلي دلوقتي عمال يدعي ربنا إن الفتح السعودي يخسر من الشباب بنتيجة كبيرة 4-5-0 تجبر إدارة الفتح على إقالة جوزيه جوميز، فبالتالي يجي على طول يدرب النادي الأهلي وينتهي الأهلي من هذا الملف الشائك، ملف المدرب الأجنبي، خاصة وأن جوميز يلقى قبول شديد لدى إدارة الأهلي ولدى الجماهير.